السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مرة بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهاردة هو للناس اللي بتشتكي من ضعف اشارة الواي فاي. طبعا أصبحنا كل الأجهزة الموجودة، بداية من الموبايلات لحد الأجهزة السمارت كلها، كل ده بيتوصل واي فاي. تمام. طبعا معظمنا بيبقى مش حابب ينقل الراوتر من مكانه، او عشان ينقل الراوتر من مكانه بتحتاج كابل من المصلات الاتصالات، والكابل طبعا بيكون مكلف او مش بيكون عملي. بمعنى ان حضرتك هتعمل اسلاك كتيرة جوه البيت ومش عارف ايه وحوارات كتيرة يعني. فانا بوفر عليك الخطوة ديت في حاجة بسيطة جدا انا نفسي عاملها في البيت. طبعا انت عشان تقوي الواي فاي بتاعك، اولا لازمك ان الواي فاي يكون بعيد عن اي جدران. تمام. في البيت اي جدران كده مبنية لازم الواي فاي يكون بعيد عنها. طيب انا دلوقتي اصلا في بيت، يعني ده طبيعي ان يبقى فيه جدران كتيرة. تمام. فاللي انت هتحتاجه هو حاجة زي اللي موجودة قدام حضرتك دي. هي بتشتغل يعني ثلاث حاجات. بتشتغل اول حاجة اسمها اكسس بوينت، وبتشتغل تاني حاجة بريدج، وبتشتغل تالت حاجة وهي ريبيتر. وده الريبيتر ده اللي يفرق معانا في فيديو النهاردة. طيب ريبيتر ده يعني ايه؟ الريبيتر ده يا سيدي بمعنى اصح، لو حضرتك مثلا الراوتر بتاعك فرضا في يعني مثلا في اخر غرفة او في اخر اوضة حضرتك موجود فيها في البيت. تمام. انت لحد نص البيت مثلا بتبقى اشارة الواي فاي معقولة، بدأت انك تطلع لاخر البيت من الناحية التانية مثلا اشارة الواي فاي بتبدأ انها تضعف معاك. تمام. فالريبيتر ده بياخد الراوتر من اخر البيت لنص البيت. يعني هو معمول لكده. يعني بياخد الاشاره من يعني زي ما تقول كده ايه، بياخد الاشاره من الراوتر الاساسي ينقلها لبعد كده. ده الريبيتر. طيب الريبيتر ده شركة المصرية للاتصالات أو أي شركة إنترنت بتوفره، بس المشهور إنها بتوفره أوي. وي بتوفر ريبيتر، وبيكون إلى حد ما بيكون غالي جدا. تمام. فأنا ما أنصحكش إنك تجيبه من وي. أنصحك إنك تجيب حاجة زي الموجودة قدامي دلوقتي دي بتشتغل تلات حاجات. التلات حاجات دول حضرتك قادر في كل يعني مثلا استخدام ليها تقدر انك تستفاد بيها. يعني ممكن لو هتشتغل بيها انترنت مثلا عن طريق كيبل عادي، ممكن تشغلها اكسس بوينت وتشتغل معاك، هتبقى ممتازة. هتشغلها ريبيتر بتشتغل معاك بتبقى ممتازة برضو. هتستقبل بها نت هوائي مثلا لو مفيش خطوط ارض متوفرة عندك، ممتازة برضو. تمام. فدي حاجة يعني مثلا استخدامها زي ما تقول كده على المدى البعيد كويس. بس اللي يهمنا في فيديو النهاردة هو الريبيتر. الريبيتر ده دي بتكون بتشتغل على اي راوتر موجود عند حضرتك في البيت. انا نفسي مشغلها على كذا راوتر عندي في البيت. كمان ديت يعني هي ممكن بتشتغل بنفس كلمة السر بتاعة الراوتر. يعني لو مثلا انا عامل كلمة السر بتاعة الراوتر بتاعي من 1 لحد 9 مثلا. تمام. هي بتنقل نفس اشارة الراوتر بنفس الاسم بنفس الباسورد. او ممكن برضو انك تعمل لها باسورد منفصل عنها، يعني يكون باسورد غير بتاع الراوتر. ويفضل ان يكون غير بتاع الراوتر. ليه يكون غير بتاع الراوتر؟ لان ساعات كتير بيحصل ديلي وتهنيك كده. انك لما تيجي مثلا تعمل نفس الباسورد ونفس اسم الشبكه بتاعه الراوتر، بتبدا ان حضرتك تتلخبط اصلا. يعني ساعات انا لاحظت الكلام ده معايا على طول. بتلقى الموبايلات معاك يعني نو انترنت دايما كده. دي بتبقى رساله يعني. تمام. فلما بتغيرت مثلا عملت لها اسم غير اسم الراوتر الاساسي وكلمه سر غير كلمه الراوتر الاساسي، الدنيا ظبطت معايا وبدون اي مشاكل. المدى بتاع الاكسس الموجوده قدامك دي او الريبيتر الموجود قدامي ده، الاكسس بتاعه مثلا ممكن تقول كده 50 متر ممتاز. ابعد من 50 متر بتبدأ الاشارة انها تقل معاك.
بس يفضل يعني مثلا ان ديت مثلا ايه تستخدمها على المساحات الضيقة. انت ما انتش هتوزع بقى شبكات حضرتك، لا انت مثلا اخرك هتنقل في دور تاني فوق منك او هتروح في اخر البيت، ايا كان بقى حضرتك بتعمل ايه. هي الجميل فيها كمان بتيجي باتنين انتنة، والاتنين انتنة دي بصراحة بتبقى ممتازة في الواي فاي. طيب الموديل بتاعها عشان لو حضرتك حبيت تشتريها مثلا او اشتريت موديل يكون مشابه ليها، تمام. هو الموديل موجود قدامك اهو، ممكن تاخده سكرين شوت. انا برضو بحاول ان انا اثبت لك، ممكن تاخده سكرين شوت. ممكن ما تلاقيش الموديل ده عادي، ممكن ما تلاقيهوش، ممكن تلاقي اعلى منه بكتير، بس اهم حاجة تسأل عليها ان الراوتر ده او الاكسس دي بيكون بتدعم اللي هو الريبيتر. لازم تقول له كده، لازم تقول له انا عايز اشغلها على راوتر تاني من غير اي اسلاك، من غير اي حاجه. يعني دي بتاخد واي فاي وبتدي واي فاي، انا بكلمك في حاجه بسيطه قوي. يعني دي مش شرط يكون معاك اسلاك عشان تعمل تقويه والكلام ده كله، لا. حضرتك اشتغل على العادي، شغل محترم من غير اسلاك، من غير اي حاجه من دي. ودي صدقني هتعجبك وهتفرق معاك. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.